بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ مع بعض lesson 4 درس الرابع بعنوان A school trip to the zoo. رحلة مدرسية إلى حديقة الحيوان. أول حاجة معانا في الكلمات great great zoo zoo elephants elephants chips chips students students lions lions ticket ticket juice juice trip trip monkeys monkeys sandwiches sandwiches water water go go see see drink drink. هنا بيتكلم عن ايه؟ Did you visit the zoo؟ هل زرت قبل كده حديقة الحيوان؟ Last Monday, grade 3 students went on a trip to the zoo. الاثنين اللي فات دوت طلاب الصف الثالث الابتدائي ذهبوا إلى رحلة إلى حديقة الحيوان. They went by bus. ذهبوا هناك بالأتوبيس. At the zoo, they saw lions, monkeys and elephants. في حديقة الحيوان شافوا هناك الأسود والقرود والفيلة. The ticket was 20 pounds. التذكرة الواحد عشان نخش حديقة الحيوان كانت ب20 جنيه. For lunch على الغداء they ate sandwiches and chips. على الغداء كلوا ايه؟ سندوتشات وشيبسي. They drank juice and water. وشربوا عصير ومياه. Everyone had a good day. الجميع قضوا يوم ممتع جدا. في بعد كده language الجرامر الخاص بالوحدة. The past simple tense زمن الماضي البسيط. usage الاستخدام. We use the past tense to talk about something that already happened. بنستخدم زمن الماضي البسيط للتحدث عن أشياء حدثت بالفعل. بيتكون من بقى الفورم بتاعنا؟ بيتكون من حاجة اسمها subject اللي هو الفاعل زائد التصريف الثاني للفعل. طب الثاني الفعل ده بيجيبه ازاي؟ سهلة جدا. الفعل لو منتهي بحرف الاي بزود بس حرف الدي تبقى like liked. زود حرف الدي بس. love loved. طب الفعل ذات نفسه لو مش منتهي بحرف الاي بعمل ايه؟ بزود له ed. visit تبقى visited. work worked. يعني كمان مرة منتهي باي بزود دي، مش منتهي باي بزود ed. تمام؟ في امثلة على الافعال ديت. jump jumped. climb climbed. walk walked. play played. smile عشان اخرها هنا ايه؟ smiled. close closed. dance danced. like liked. وهكذا. ونلاحظ برضو ان كلمة yesterday معناها امس، او في اي كلمة او اي سنة في الماضي دي كلها كلمات بتعبر عن زمن الماضي البسيط. في بعد كده تشوز اختار. اول حاجة معايا I with my cousin to the park تبقى I walked اخر ايديها. yesterday امس امبارح. عادل finished اخر ايدي برضو his homework early. we listened to music after lunch. the rat walked on the wall. my mother baked cookies yesterday. يعني كلهم اخرهم ايه؟ اي تمام. في بعد كده دي ريفيو خاص بالوحدة بالكامل وهي التالتة بالكامل. كلمات أول حاجة house supermarket library park train station museum early shopping train busy lunch big. the Cairo Tower the Alexandria Library the pyramids of Giza family pictures city adventure holiday camel great truck duck toy car couch stuck behind happy room curtain in front of stick table under between grade zoo elephants ships students lions ticket juice trip monkeys sandwiches water. في بعد كده علامات الترقيم. قلنا كده حرف كابيتال امتى؟ في اول الجمله
ومع اسماء الاشخاص، زي مثلا ايه he is in grade 2، هنا ايه اتش بتاعت he عملناها كابيتال، وبرده ايه ليلى كان جامب، اللي بتاعت ليلى عملناها ايه كابيتال برضه. في بعد كده البيريد او فول ستوب نضعها في اخر الجمله. ريم is tall، هنا فول ستوب اهيت ايه في اخر الجمله. question mark امتى؟ في اخر السؤال. how old are you، اخر السؤال اهوت question mark عام. في بعد كده زي ما الماضي لسه قايلينه حالا دلوقتي بيتكون من ايه؟ بيتكون من فاعل زائد تصل السين للفعل باضافه دي او اي دي. بضيف للفعل دي لو منتهى باي، لو مش منتهى باي بزود اي دي. visit visited، work worked، like liked، love loved، وهكذا. في بعد كده حروف كده خاصه بالمكان اللي هي preposition of place. on معناها على، between معناها بين، under معناها تحت، in معناها في او بداخل الشيء، behind معناها خلف، in front of معناها ايه امامه. في بعد كده ايه dictation، ده خاص بايه بكتابه الايه كلمات، حفظ الكلمات سواء عربي وانجليزي، انجليزي عربي. يعني مثلا ايه library معناها مكتبه، بارك حديقه، ميوزيوم متحف، شوبينج تسوق، ترين قطار، فن ممتع، هوليدي اجازه، ادفنشر مغامره، كامل هو الجمل، باك ظهر، نيك رقبه، لاف حب او يحب، under تحت، between بين، in front of معناها امام، on على، couch كنبه، curtain ستائر او ستاره، elephant فيله، trip رحله، tickets تذاكر، grade سنه دراسيه او صف دراسي. محطة قطار train station in the afternoon. بعد كده busy house supermarket in the morning Cairo Tower Alexandria Library Pyramids of Giza pictures city great room stick stuck in table toy car monkeys lions water juice. في بعد كده كلمة ايه حروف ناقصة. museum museum sock sock. عاوز جملة على دي وعلى دي. طيب ممكن مثلا ايه اقول I went to the museum. الجملة اللي بعدها I wear the socks او the sock. خليها socks جمع احسن يعني، مش مثلا ايه مش هلبس فردة اسيب فردة. بعد كده writing corner رقم خاص بالكتابة. دي نصائح خاصة بالكتابة. اول حاجة لازم نبدأ الجملة باسماء الاشخاص وايام الاسبوع بحرف كبير، ولازم نضع في اخر كل جملة period او full stop. برضو لازم نتأكد ان احنا بنكتب بخط مرتب وكمان شكلها واضح والسبيلنج بتاعها مظبوط تمام. ونحاول نكتب كلمات مساعدة في كتاب الجمل. نحاول نكتب الكلمات اللي تبقى موجودة في تحت العنوان بالظبط. بيديني مثلا 3 كلمات بستخدم كل كلمة في جملة تمام. ومدينا امثله اهوت على day اليوم وداي اوت يوم الخارج ويك اند اكتيفيتيز اللي هي انشطه خاصه بالويك اند اجازه نهايه الاسبوع. هنقول لي اكتب موضوع عن a day with your friends a day with my friends يوم مع اصدقائي. ممكن نكتب مثلا اول حاجه عندي I went out last weekend. I went to the park. I saw many trees. تمام.
والجزء بعد من كده the student book corner، ده ركن خاص بالكتاب المدرسة. هنا بقول لي write the student sentence using the correct punctuation. هنكتب هذه الجمل كم مرة بس باستخدام عمل ترقيم ايه مظبوطة المرة دي. أول حاجة معايا هقول we W capital we went to the amusement park full stop. بعد كده my house is next to the hospital full stop. السي بتاع كايرو كابيتال كايرو tower is very tall. في بعد كده is the shopping mall open today question mark عشان ده سؤال. W capital we walked to the supermarket after school full stop. يبقى كده انا كل اللي عملته بدأت بحرف كابيتال وانتهيت بايه بفول ستوب لو جمله عاديه او كوتشن مارك اللي هي ايه لو هي سؤال. تمام. بعد كده بيقول هنا ايه circle the words that have the K sound. ضع دائره حول الكلمات اللي بتعمل ايه فيها حرف او صوت الكي. مثال تبقى كلمه rain duck bin تبقى duck dog rock stick man sing back lion log lock وهكذا. في بعد كده read and choose the correct verb in the past simple tense. اقرأ واختار الكلمات او الافعال الصحيحة باستخدام زمن الماضي البسيط. فكلهم ايه هنختار كلها افعال زمنها ماضي بسيط يعني اخره ed. اول حاجة معايا تبقى we cleaned our hands before eating. I walked to school yesterday. I played with my friends after school. My grandma baked a cake. My cousin lived in Aswan. كلهم أفعال في زمن الماضي البسيط. في بعد كده تيست بتاع الوحدة الثالثة هنكتب الحروف الناقصة. أول حاجة معايا تبقى buzz sock off went truck. في بعد كده choose اختار. we go to the to read books تبقى library مكتبة. the three pyramids of Giza أهرامات الجيزة الثلاثة are amazing. there is a cat under the bed تحت السرير. grade 3 students went on a trip ذهبوا في رحلة إلى حديقة الحيوان. في بعد كده complete اقرأ وأكمل. yesterday my family and I visited the zoo زرنا حديقة الحيوان. we saw many شفنا هناك ايه كثير من الايه اكيد الحيوانات animals like zebras lions and parrots. I liked the monkey حبيت القرد جدا أكتر حيوان حبيته the most because it was funny. We walked around and watched the animals eat and play. Then we sat under a tree and ate our lunch كلنا الغداء بتاعنا. We had a lovely time together. في بعد كده قراءة
One day a little boy named عمر lost his favorite toy car. في يوم من الأيام ولد صغير اسمه عمر فقد لعبته المفضلة العربية لعبة. He looked under the bed but it wasn't there. هو دور عليها ايه تحت السرير بس ما لقاهاش هناك. He opened all the drawers. فتح كل الايه الادراج. Still بس برضو ايه he couldn't find it. مش عارف ايه يلاقيها. عمر felt very sad. عمر حس بالايه بالحزن. Later his mother helped him search the room. بعد كده أمه ساعدته في البحث في الغرفة. They found the toy car behind the curtain. لقوا الايه العربية اللعبة ديت خلف الايه الستارة. عمر was so happy and played with it all day. عمر كان سعيد جدا لدرجة انه لعب بالعربية طول النهار. بعد كده choose اختر. عمر found his toy car. لقى العربية بتاعته فين بقى؟ behind the curtain خلف الستارة. عمر felt حس بإيه when he lost his toy لما فقد الإيه اللعبة بتاعته تبقى حس بالحزن sad. في بعد كده what did عمر lose. عمر فقد إيه؟ هتبقى his toy car. his favorite toy car. دي إجابة السؤال الثالث. السؤال بيقابل عن إيه؟ how did عمر feel after finding the toy. عمر حس بإيه بعد ما لقى اللعبة بتاعته؟ هتبقى عمر was so happy. عمر كان سعيد جدا. ده السؤال الرابع. في بعد كده reorder اعد ترتيب هذه الكلمات. The ticket was 20 pounds. We walked to the supermarket. أما الترقيم أول حاجة معايا هنا تبقى بحرف كابيتال تبقى we W capital. We played at the park. full stop. في بعد كده the T capital برضو كايرو tower is very tall. full stop. في بعد كده الأغراض بيتكلم عن إيه؟ my weekend أجازة نهاية الأسبوع الخاصة بيه. ممكن نقول أول حاجة مثلا I went out with my family. خرجت مع عيلتي. We went to the park. We took many pictures. الجزئيه بعد من كده دي جزئيه خاصه بالازهر. اول حاجه معايا قلنا نقول ايه؟ listen and number the pictures. استمع ورقم الصور. house منزل. فين منزل؟ 1 park حديقه. 2 library مكتبه. 3 grass عشب. 4 staff عمال. 5 في بعد كده read and fill. اقرأ واكمل in the gaps في الايه مكان النقط ديت. My family and me were in Alexandria yesterday. We saw the تبقى library مكتبة. أشهر مكان موجود في الإسكندرية هي المكتبة. It has lots of books. لديها كثير من الكتب. I went to the supermarket to buy some food. We played at a nice park. We bought tickets to take the train to Cairo. قطار القاهرة. راجع للقاهرة تاني. في بعد كده unscramble and write. أعد ترتيب هذه الحروف عشان نكون جملة صح أو كلمة صح. دي تبقى إيه؟ behind B-E-H-I-N-D. park P-A-R-K. museum M-U
S-E-U-M. gas G أو J بقى J-A-Z-Z. tower T-O-W-E-R. في بعد كده choose اختر الإجابة الصحيحة. أول حاجة معايا هنا إيه؟ we live in a big house منزل كبير. we can't take the train without tickets بدون تذاكر. our visit to Alexandria was we were happy كنا سعداء يبقى احنا إيه؟ كانت إيه؟ كانت عظيمة جدا great. we visited the pyramids of Giza and rode a ركبنا إيه هناك؟ camel جمل. my ball is behind the door خلف الباب. I sleep in a big room في غرفة كبيرة. we can sit on the couch على الكنبة بنقعد على الكنبة. at the park we drink cold juice نعمل في العصير بنشربه ده drink. في بقى كده عملت ترقيم. أول حاجة معايا هنا إيه؟ are you tired نكتبها الA capital are you tired عشان السؤال يبقى question mark. الجملة اللي بعدها يارا Y capital طبعا يارا is a girl full stop أو period.